ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنس والجن خلى كل واحد العالم بتاعه الخاص، لكن من رحمة ربنا علينا خلانا ما نعرفش نشوفهم، لكن هم شايفيننا وسامعيننا. لكن ساعات القدر بيكتب عكس كده. ده اللي حصل مع عزة أبو عوف النهاردة. هنكشف ليكم أسرار البيت المسكون وإزاي عاش 30 سنة من عمره مع الجن اليهودي. الحكاية بدأت 1920 لما قرر الخواجة الإيطالي شوكوريل يستقر في مصر ويعيش فيها. بالفعل أخذ زوجته وأولاده وفتح محل ملابس صغير هو ومراته، ولكن في الوقت قصير بقى أشهر محلات ملابس في مصر بعد ما حقق ثروة أكثر من 500 ألف جنيه، وده كان طبعا وقتها رقم كبير. واشترى فيلا في الزمالك. لكن للأسف سنة 1927 دخل 3 حرامية على شوكوريل وقتلوه أكثر من 30 طعنة وسرقوا كل حاجة وهربوا. وكان وقتها ولاده وزوجته كانوا مسافرين، وفضلت جثته لأيام، ولما رجعوا كانت شبه اتحللت. ومن بعدها سافروا على بلادهم وباعوا كل حاجة تخصهم، والفيلا فضلت مقفولة لمدة 30 سنة. وكانت من نصيب عائلة عزت أبو عوف اللي اشتروها سنة 1957. وفي البداية كانت الأمور كانت طبيعية، لكن بسبب ظروف والد عزت طبيعة شغله، مامته كانت طول الوقت هي لوحدها كانت بتسمع أصوات أنفاس حواليها. الأول كانت فاكرة إنها بيتهيأ لها، لكن مع الوقت الأصوات كترت، وقالت لجوزها ما صدقهاش وفضل مكدبها. وجاب مامته تقعد معاها في نفس البيت، وفعلا سمعت أصوات نفس الأصوات الأنفاس دي. والأولاد بدأوا يخافوا مامتهم وجدتهم، فجابوا خالهم يقعد معاهم كنوع من الاطمئنان. وفي يوم وهو سرحان بيذاكر وحط راسه على المكتب علشان يريح، المكتب ده كان موجود في الأوضة اللي اتقتل فيها شوكوريل، واتفاجئ بظهور راجل لابس بروفة كحلي وبنطلون اسود، وشعره كان أبيض وعينيه باصة لبره. من كتر الخوف والصدمة شعره بيض في لحظتها رغم سنه وقتها معداش 20 سنة. تمر الأيام لسه عزت وإخواته وباباهم مش مصدقين العفريت ده. لكن في يوم كان عزت وإخواته البنات قاعدين بيلعبوا على البيانو، وفجأة شوكوريل ظهر لهم من الحيطة. أخته مها من خوفها جريت على بره وخطت شوكوريل كأنه مش موجود. وهنا البيت كله لاحظ بوجود روح معاهم. استعانوا بشيوخ كتير لكنهم أجمعوا لو طردوا الروح دي هتتحول من روح مسالمة لروح مؤذية لأن مرتبطة بالمكان. وفي ناس تانية قالت لهم ده قرين الراجل اللي اتقتل مستني ياخد حقه، لكن مش هيأذيكم علشان انتوا اللي مش مطلوبين. من هنا تبدأ الأسرة كلها تتعود على وجوده وتتعامل معاه. تفتكروا بقى قصة عزت أبو عوف بالفعل حقيقية ولا هي مجرد تأليف منه؟ لو انتم مكانه كنتوا هتعملوا ايه؟ شاركونا الرأي.